السلام عليكم، كيف دايرين؟ اليوم بغيت نهضر معكم على واحد الحاجة اللي جربتها في حياتي، ماشي غير كلام. هي اللي وقفت معايا من مشروع كان عندي في الفيرما ضاع وكنت غادي نطيح، ولكن بفضل الله وبالصبر عوضني ربي احسن. هاد الحاجة هي الصبر مفتاح الفرج. أنا شخصيا كان عندي مشروع في الفيرما، خدمت عليه بجهد وفرحت به، ولكن في واحد اللحظة كل شيء تهدم. السلطات، الجيران والظروف وصافي ضاع. بكيت، تحطمت، لكن في قلبي قلت ربي كبير، وقررت نصبر وما نقولش علاش أنا. ودابا الحمد لله ربي عوضني باللي ما كنتش حتى حالمه به. هذه هي قوة الصبر. كيبان بحال الخسارة، ولكن من بعد كتعرف ان الله كان محضر لك حاجة احسن. الله سبحانه وتعالى قال إن الله مع الصابرين. وشحال من مرة في الحياة كيبان الباب مسدود، ولكن ملي كتشد بالصبر كتفتح باب أكبر. يعني الصبر هو أعظم هدية من الله، كيعطيك قوة باش توقف من جديد. الصبر ماشي سهل، ولكن نقدروا نتدربوا عليه. اول حاجه، ملي تجيك حاجه صغيره كتقلقك، نفس بعمق وقول الحمد لله. ثاني حاجه، ملي يطيح عليك شي هم كبير تذكر ان الله كيهز معك الحمل. ثالث حاجه، خلي عندك يقين ان الصبر ماشي ضياع وقت، هو طريق للفرج. اليوم حكيت قصتي معكم باش نوصل لكم رسالة من القلب. إلا ضاع منك شي حلم ماشي معناه النهاية، غير صبر وخلي يقينك في الله، وغادي تشوف كيفاش كيبدل حالك لأحسن. إن شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي.